بنتي في الثانوية العامة قالت لي عشان تخليني اذاكر وتفتحي نفسي كده على المذاكرة دلعيني باي حاجة حلوة من ايديكي. قمت على طول عملت لها الكيكة القمر اللي انتوا شايفينها دي، كيكة السنيكرز. قد ايه جميلة جدا جدا حلوة وبجد يعني طلعت معايا رائعة. لما كلتها فعلا انبهرت بيها. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. قبل ما نبدأ الوصفة النهاردة حابة اننا اسمع منكم دعوة حلوة كده لجنى بنتي في الثانوية العامة، ان ربنا يوفقها هي وكل اللي زيها يا رب ان شاء الله. هنبدأ دلوقتي نحط بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، دي اول طبقة طبعا اللي هي طبقة الكيك. حط عليها كمان نقطتين من الفانيليا وكوباية من السكر، هتضربيها ضرب كويس جدا بمضرب يدوي كده لحد ما لون البيض معايا يبقى فاتح. بعد كده نزلت بكوباية من الحليب، وبعد كده نص كوباية من الزيت، وبرضو بضرب. كل ما تضربي كل ما هتدوبي السكر. بعد كده نزلت برشة من الملح ومعلقة كبيرة من الخل، وبرضو اخلطي كويس. نيجي بعد كده بقى لدور المكونات الجافة. انا اول حاجة بخلطها زي ما انتوا عارفين ان انا بحط الاول، لو بعملها بالشوكولاتة بحط الاول الكاكاو يدوب الاول مع المكونات السائلة. حطيت هنا الاول 3 معالق كبار من الكاكاو. الكاكاو ده كاكاو اسباني خام، وبدأت ان انا اخلطه كويس جدا مع المكونات السائلة لحد ما داب خالص. بعد كده نزلت بكوبايتين من الدقيق، طبعا نخلتهم برضو، وكمان كيس كامل من البيكنج باودر اللي هو 16 جرام. ابدأي كده اخلطيهم كويس جدا جدا لحد ما تحسي ان هما امتزجوا كويس مع المكونات التانية، وبدأ القوام بتاع الكيك يظهر معاكي كده يبقى حلو وخفيف. هوريكي دلوقتي القوام اللي انا عايزاه عامل ازاي. شايفين خيط اهي ما بيقطعش، ده القوام المثالي لاي كيك. هتبداي بعد كده تجيبي الصينيه اللي هتشتغلي فيها، وتبداي ان انتي تدهنيها دهنه من الزيت، وتصبي الخليط بتاع الكيك فيها وتدخليها على درجه حراره 180 على الرف الوسط. اول بقى ايه، عقبال ما هي تكون في الفرن كده وتطلع لنا بالسلامه، هنعمل مع بعض صوص الكراميل القمر اللي احنا هنعمله مع بعض ده، او بمعنى اصح صوص سنيكرز. عباره عن ايه؟ كوبايه من السكر كرملتها على النار كده، طبعا النار بتكون هاديه. بعد كده اول ما دابت وكرملت معايا بدات حطيت معايا معلقه كبيره من الزبده او السمنه، يعني ده يا ده. اول ما تدوب الزبده او السمنه هنزل بنص كوبايه من الميه المغليه، نص كوبايه بس دلوقتي كده، ادوب فيها الكراميل بتاعي، وابدا ان انا ادوبه كويس جدا جدا برضو على نار هاديه لحد ما يبدا يدوب كله. بعد كده حضرت نص كوبايه من الحليب، وحطيت عليها معلقه كبيره هرميه كده من النشا، دوبتها فيها كويس قوي، ورحت نازله بيها على صوص الكراميل بتاعنا ده. ايدك بقى ما تسيبش التقليب في المرحله دي خالص، وتبداي كده تقلبي كويس قوي قوي لحد ما يتقل معايا الصوص ده ويبقى تقيل معايا. خلاص كده. بعد ما وصلت للمرحله من التقل ده، انتوا شايفين بقى عامل ازاي كده، خلاص بدا يطلع فقاقيع. اطفي بقى النار واحط كوبايه من السوداني المجروش في الصوص ده. هيديكي قد ايه بقى طعم حلو جدا جدا، وصوص السنيكرز الجميل جدا اكنك بتاكلي سنيكر فعلا. بعد كده هنبدأ بقى الكيكة بتاعتنا. ما شاء الله كانت طلعت من الفرن جميلة جدا جدا وطرية وهشة. هنسيبها تستريح كده لمدة 10 دقايق تبرد شوية، وبعد كده نبدأ نسقيها بنص كوباية من الحليب. بعد كده بعد ما سقيناها نسيبها تشرب شوية، وبعد كده هننزل بقى بالصوص بتاع السنيكرز اللي احنا عملناه ده. هو الصوص كان دافي ما كانش بارد، وتبدأي ان انتي تحطيه كطبقة تانية كده على الكيكة بتاعتك، يعني حاولي توزعيه بالتساوي كده على السطح بتاع الكيكة. بعد ما سبتهم كده ووزعتها كويس، هدخلها التلاجة لمدة ساعة، تبدأ يسقع معاها كده شوية ويبدأ ان هو يمسك نفسه شوية، وبعد كده هنبدأ نقطعه. بعد مرور ساعة ساعتين براحتك، كل ما قعدتيها في التلاجة كل ما هتبقى احلى واحلى. بدأت ان انا اقطعها اهو معاكم زي ما انتم شايفين قد ايه شكلها جميل جدا. هي مش محتاجة انها تتزين، هي مزينة نفسها بنفسها. هي فعلا جميلة جدا، والطبقة بتاعت الكراميل دي كانت تحفة، والكيكة قد ايه هشة وطرية وجميلة جدا جدا. هتشوفوا دلوقتي وانا باكل منها حتة قد ايه طبقة الكيكة رائعة، وطبقة السنيكرز تحفة. الاتنين على بعض عاملين مع بعض ميكس تحفة، فعلا فعلا يستاهل التجربة.